الكرام، نحن الآن في إحدى جبهات القتال حيث تقوم قوات مجلس منبج العسكري في قصف قرية أبو قلقل الواقعة. نحن الآن على مسار هذه القرية. تحاول هذه القوات السيطرة على هذه البلدة الاستراتيجية التي تتمركز فيها متساقط داعش وتشن هجماتها من خلال هذه البلدة إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات مجلس منبج العسكري. مجلس منبج العسكري وقوات سوريا الديمقراطية، ومن أهم هذه الطرق المؤدية إلى مدينة منبج، وكانت تعتبر من الطرق الاستراتيجية. هذا الطريق الذي نتواجد عليه حاليا، طريق منبج حلب. وبلدة أبو قلقل حيث نتواجد هنا هي كانت من إحدى أهم معاقل داعش تشن منها هجماتها على المناطق القريبة من سد تشرين. مع تحرير مزيد من القرى الواقعة في ريف منبج، يحاول الأهالي التخلص من مناطق أو الخروج من مناطق سيطرة داعش واللجوء إلى المناطق التي تم تحريرها على يد قوات مجلس منبج العسكري. الكرام، نحن الآن في قرية كابر الصغير الواقعة جنوب مدينة منبج، حيث يتم الآن لجوء الأهالي إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات منبج العسكري. تحرير منزل الشهيد فيصل أبو ليلى من مرتزقة داعش تكون أولى أحلامه قد تحققت، ومع اقتراب تحرير كامل مدينة منبج من مرتزقة داعش تكون جميع أحلام فيصل أبو ليلى قد تحققت وهو غائب. المرة الأولى التي تحاول من خلالها مرتزقة داعش تأخير تحرير مدينة منبج من خلال شن الهجمات على المناطق المحررة سابقا، لكن إلى أي درجة يمكن لداعش الاستفادة من هكذا هجمات مع اقتراب تحرير كامل مدينة منبج؟